في لحظة من اللحظات هتلاقي نفسك واقف قدام المراية، بس مش شايف غير نظرة حزن، تعب، استسلام. كل يوم بتوعد نفسك إن بكرة هيكون مختلف، إنك هتبدأ، هتتغير، بس كل يوم بينتهي وإنت واقف في نفس المكان، أو يمكن حتى متأخر خطوتين. تحس كأنك لوحدك، كل اللي حواليك بيحققوا وبيوصلوا وإنت بتجري مكانك. بتسأل ليه مش قادر؟ أنا بعمل اللي عليا، ليه مش بيوصلني؟ السر مش في الناس ولا في الظروف ولا في الخطط العظيمة اللي بتترسم وتفضل على الورق. السر الحقيقي هو المقارنة، بس مش مقارنة بينك وبين فلان وعلان. المقارنة الوحيدة اللي تستحد هي المقارنة بين انت دلوقتي وانت امبارح. لما تبص على غيرك عقلك بيخدعك، بيقولك انهم سبقوك بمراحل، انك مهما عملت مش هتلحقهم، فتكسل وتنهزم من غير حتى ما تبدأ. لكن لما تبص على نفسك هتشوف الحكاية صح، هتعرف انت فين وازاي ممكن تتقدم بخطوة واحدة كل يوم. اسأل نفسك، هل أنا النهاردة أقوى من امبارح؟ هل قضيت وقتي صح ولا سبته يضيع بين السوشيال ميديا والتسويف؟ اللي يعرفك هو انت، اللي شايف تقصيرك هو انت، واللي يقدر يصلح كل ده برضه انت. كل يوم فرصة جديدة، مش لازم تكون مثالي، بس لازم تكون أفضل من اللي قبله، حتى لو بنسبة بسيطة، حتى لو الفرق مش باين. التراكم هو اللي بيصنع النتيجة. مش هقولك الكلام ده عشان أحمسك وخلاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى قالها بوضوح: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير الحقيقي بيبدأ من جوه، من إرادتك، من قرارك. ما تستناش الظروف تتغير، غير نفسك تتغير حياتك. اكتب، أيوة اكتب، كل يوم اكتب تحديك. اكتب النهاردة هكون أفضل من امبارح. مش كلام، دي معاهدة مع نفسك. الورقة والقلم مش بس أدوات، دي مرآة بتوريك انت مين ورايح على فين. كل يوم اختبر نفسك، هل كسرت كسل امبارح؟ هل أصلحت غلطك؟ هل قربت من حلمك؟ لو لا، بكرة فرصة جديدة. افتكر دايما، النجاح مش لحظة ولا لقطة على انستجرام. النجاح خطوات صغيرة بتتكرر كل يوم، وكل ما تتعب ارجع للمبدأ، قارن نفسك بنفسك، وشوف المعجزة اللي بتحصل لما تتغير من جوه.